احنا ما فيش تستر على فساد على الإطلاق في وزارة الزراعة. أما فيما يخص القضية اللي موجودة في وزارة الزراعة حاليا، الأمر مطروح أمام القضاء والنيابة، وحينما ينتهي الأمر يبقى نتكلم فيه. لكن فيما يخص الأراضي اللي هي على الطرق الصحراوية، سواء طريق مصر اسكندرية الصحراوي، طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، طريق مصر أسيوط، الحقيقة في ناس عندنا نوعين منهم. ناس خدت الأراضي دي وبنتها منتجعات وغيرت نشاطها من زراعي إلى سكني، وناس زرعت زراعة جدية زمان من 10-15 سنة، باعوا أراضيهم في بلادهم وراحت زرعت زراعة جدية. النهاردة اللي زرعوا اللي غيروا نشاطهم من زراعي إلى سكني وحولوها إلى منتجعات سياحية وكومباين، أنا النهاردة مش ههد هذه العقارات، لكن على الأقل لما عرضت هذا الأمر على السيد الرئيس، السيد الرئيس قال الناس دي تدفع حق الدولة. طيب والأراضي اللي خلاني أنا أقنن الأوضاع لمن غير نشاطه وخالف وغير نشاطه من زراعي إلى سكن، أليس من باب أولى إن الراجل اللي زارع زراعة جدية واللي واخد 5 فدادين و10 فدادين وزرعهم، أليس من باب أولى إن إحنا أيضا نقنن وضعه، وخاصة إذا كان زارع زراعة جدية؟ فكان رد السيد الرئيس وقتها قال شعور الناس بالرضا العام دي مسؤوليتنا، وإحنا علينا نحقق هذا الشعور بالرضا العام. وبالتالي لما جينا النهارده في بعض القضايا موجودة أمام مستشار التحقيق في وزارة العدل، هذه القضايا لبعض التجمعات أو القرى السياحية اللي نشأت على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. نعم. كان معايا النهارده المستشار عماد عطية، على أساس هو واخد ملفات لبعض القضايا، ونزلنا فعلا زرنا هذه الأماكن ووجدنا أن هذه الأراضي بقت تجمعات سكنية وليست إنتاج زراعي، وبالتالي بيتم حصرها النهارده، وإحنا شفنا الوضع على الطبيعة ولا بد من استيداء حق الدولة في هذا الأمر. مين بقى اللي بيدفع توثيق الأوضاع ده يا سيادة الوزير؟ هل مثلا الناس اللي اشترت البيوت ولا أصحاب الكومباوندز؟ هو الأمر مطروح النهارده أمام المستشار عماد عطية، على أساس في بعض الناس اشترت من جمعيات، وهذه الجمعيات خلاص انتهت، يعني ما فيش حد موجود منها، وفي بعض الناس اشترت من أفراد، فبيفرض عليهم الحراسة أو بيتعمل عليهم حجز إداري على أموالهم للناس ديت، لأن في ناس مستكنة أساسا. احنا شفنا في بعض الأماكن موجودة ومش ساكنين، يعني هي عبارة عن فلل موجودة ومفيش فيها لا أبواب ولا حاجة، لكن فلل ما تشطبتش، مفيش حد ساكن فيها في مساحة كبيرة حوالي 300-400 فدان. الله، طيب مين يبقى نحن نتعامل هنا مع مين؟ ما فيش قدامي فرد، بقى في قدامي مبنى بس، يبقى نتعامل مع الشخص اللي تعامل مع الهيئة في هذه الحالات. الأمر احنا بس حبينا نشوفه أنا ومستشار التحقيق. طب وضع مثلا مكان زي السليمانية مثلا، لأن أنا قارية تصريحات لسليمان عامر مثلا بيقول إن هو يعني بالفعل سدد المفروض عليه أو ما إلى ذلك، وضعها إيه؟ أنا قلت له النهارده وهو تقابلت معاه، وأنا ومستشار التحقيق مع بعض معاه هناك، هو في أماكن هو أساسا مخلصها ومسجلها من زمان، وفي أماكن ما زالت أراضي تبع ولاية الهيئة، وفي أماكن أساسا موجود حكم قضائي استئنافي إن هو دي تعود إلى الهيئة بما عليها من منشآت. يعني هو عنده له أكثر من حالة وهو رافع عليها قضية، ما زال الأمر اللي منظور قضائيا خلاص ننتظر إلى أن يصدر فيه الحكم القضائي. ليه فجأة يا فندم يعني بعد ظهور القضية في اللي هي قضية الفساد الأخرى في وزارة الزراعة فجأة بنتكلم على الفساد، لا تستر على فساد، وفجأة عايزين نجيب حق الدولة؟ ما ده كان المفروض يحصل من زمان، يعني فجأة هو حضرتك الأمر ده مطروح بقاله 2 شهرين
واحنا كنا بنرتب فيه الامور القانونيه. بقالنا شهرين وفي انعقاد دائم مع وزير العدل على اساس ان لما يتعمل اي حجز اداري، ده معمول الكلام ده بقاله شهرين يا فندم، وكانت في مهله لمده شهر واحنا مديناها تاني لمده شهر تاني، وكل ده علشان ما يجيش، انت عارفه حضرتك هناك بعض الاجراءات القانونيه اذا لم يكن هناك حجز معين القيمه والمقدار، يعني حاجات قانونيه كده على طول ممكن او اي محامي يروح لغيها. لكن بقيمه قد ايه تقريبا توفيق الاوضاع ده يا فندم لكل المساحات اللي حضرتك شفتها؟ حضرتك احنا كان فيه اجتماع مجلس اداره من سنه 2014 وكان مقرر ان يكون هناك الزياده اللي تتعدى الزياده ب 500 جنيه للمتر. زياده. فدي اجراءات قانونيه بنجيب مجلس الاداره، وانا قعدت مع المستشار. اجمالي بقى يا سياده الوزير، اجمالي الاموال اللي اللي المفروض تدفع للدوله في هذا الاطار. لا ده على كافه الطرق ما امكن حصره تصل الى من 70 ل 100 مليار جنيه. 70 ل 100 مليار جنيه. على ما امكن حصر اراضي اتخذت لانها كاراضي استصلاح زراعي كانها كانت زراعي الاول ثم تغير نشاطها الى سكني. مبالغ كبيره، فاحنا النهارده لما بنشوف بعينينا وبنرصد حاله حاله يبقى ده بندور على حق الدوله. لكن الكلام ده مش علشان كانت في قضيه ابدا، الكلام ده بقاله شهرين يا فندم شغالين فيه، ولكن هي اجراءات قانونيه وقرارات قانونية يجب اتخاذها حتى لا يتم الطعن عليها. أكبر شركة عليها يعني أموال يجب أن تدفعها للدولة أنهي الشركة يا فندم؟ لا في شركات كثيرة، في شركات كثيرة ما مش محصورة يعني. الناس أصحاب الناس اللي هم لا أنا بقى الغريب في هذا الأمر إن وجدت أن الناس اللي موجودة عندهم استعداد لدفع استيداء حق الدولة، وقابلتهم هناك اصحاب الاماكن ديت وقالوا احنا ما عندناش مانع، احنا بس كنا عايزين آلية تبقى محطوطه مظبوطه علشان ما الناس اللي هم مالكي المنازل يعني. لا في بعض الناس هناك اصحاب قرى اساسا. اصحاب طيب حضرتك كان ليك تصريح انك ستكشف بنفسك عن قضايا فساد داخل وزاره الزراعه، هل هذا دقيق؟ انا يعني خلينا احنا بنتجه الى الامام وما نكتشفه مباشرة على طول لازم نعلن عنه. يعني هل صحيح أن هناك وكيل للوزارة محبوس دلوقتي يا فندم في القضية التي يتم التحقيق فيها؟ فين حتى يا فندم؟ القضية اللي بيتم التحقيق فيها حاليا، هل دقيق أن لا هناك أحد وكلاء الوزارة وزارة الزراعة محبوس حاليا؟ لا. هل سئلت يا سيادة الوزير في هذه القضية؟ على الإطلاق. لم تسأل في على الإطلاق. على الإطلاق؟ أيوة. يعني عندنا معلومات مختلفة أن حضرتك سئلت في هذه القضية. لا إطلاقا خالص. طيب هل هناك قضايا فساد أخرى في داخل وزارة الزراعة غير القضية التي يتم التحقيق فيها؟ أنا ما أقدرش أقول اللي بأكتشفه بنبلغه على طول. هتلاقي يا فندم كثير، أنت عارفة حضرتك ده موروث قديم. هتلاقي فيه حاجات كثيرة مخالفات كثيرة، واللي بيظهر قدامنا بنحوله على طول ما بنسكتش. ايوه يعني هل في قضيه حضرتك حولتها للجهات الرقابيه غير؟ لا في كتير. كتير؟ كتير يا فندم. يعني في بالفعل قضايا حضرتك حلتها؟ كتير يا فندم. كتير. ليه وزاره الزراعه فيها قضايا فساد كتير يا سياده الوزير؟ يا فندم هي شوف هقول لحضرتك على حاجه، الكلام ده موروث قديم قوي. يعني ودي وزارة كبيرة جدا ومنتشرة في كافة المحافظات، فيها خلل في بعض الأمور، مش عيب يعني إن إحنا لما نكتشف حاجة نقولها دي يتعمل عليها. طب البعض يشكو أيضا إن هو كمان في وزارة الزراعة لا يمكن إنك أنت تحصل على حق. اللي عنده له مظلمة أنا مكتبي مفتوح، وفيه رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير موجود، حضرتك يشرفني في أي وقت. وأنا رقم تليفوني معروف للجميع. الحقيقة الثالثة سيادة الوزير لم تسأل في قضية الفساد